قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. بيبدأ فيلمنا مع طفل صغير اسمه بيلو بيكون قاعد بياكل في الشارع، فبيجي باباه ده بيكون شاب حليوة كده اسمه هون وبيشيله وبيقوله ما ياكلش من الشارع تاني علشان صحته. وبنعرف ان بيلا عنده توحد ومش بيتكلم مع حد. وفي الوقت ده كانت نينا وجدتها بيطردوا من بيتهم بعد ما ابنها ضحك عليها وخد كل حاجة، لكن جدة نينا بتتعب وبتكون محتاجة تروح المستشفى ضروري، فبتاخدها وبتقف بيها على الرصيف في الشارع لحد ما بتقدر تاخدها المستشفى. وهناك جدتها بتعترف لها بالحقيقة وان ابنها اللي خلفته من 5 سنين لسه عايش، فبتتصدم نينا ومش بتكون عارفة تعمل ايه. في الوقت ده بيكون هون قاعد مع ابنه واخت نينا العقربة واهلها عنده هناك، وبنعرف ان هون هيتجوز اخت نينا عشان تخلي بالها من ابنه. ونينا بتقعد تفكر في ابنها ممكن يكون فين، وبيجي لها اتصال من مدير المدرسة اللي شغالة فيها وبيطلب منها تروح تدرس لطفل عنده توحد، فمش بتكون عارفة تعمل ايه، لكن بتضطر توافق عشان محتاجة فلوس. وبتروح البيت وبيطلع بيت هون، وبتطلع اوضة بيلو بتلاقي اختها بتعامله بطريقة وحشة وبتضربه، فبتدافع عنه وبتاخده في حضنها، بس اختها بتضربها وبتقول لها ان هي مامة الطفل ده وملهاش حق تقول لها تعمل ايه او ما تعملش ايه مع ابنها. في اللحظة دي بيجي هون وبيسألهم ايه اللي بيحصل، فاخت نينا بتقول له ان نينا بتحاول تاخد ابنها منها وبيطلب يخرجها، بس بيلاقي ابنه متعلق بيها ومش عاوز يسيبها، فبيخليها قاعدة تدرس له وبيقعد هو يراقبها. وبيحس هون انه شاف نينا قبل كده بس مش فاكر فين، وبيلاحظ قد ايه هي حنينة على ابنه وبتعامله حلو، وبيطلب منها توري له الرسمة اللي ابنه رسمها، بس بتقول له يستنى لما تخلص. وبالليل بيكون قاعد في المكتب، فبتيجي اخت نينا وبتحاول انها تعطف وتلطف معاه، بس ابننا بيطلع محترم وبيقول لها انها جايه هنا علشان ابنه مش اكتر وما تحاولش تتخطى حدودها معاه. وتاني يوم بيفضلوا الاتنين مستنيين نينا عقبال ما تيجي من البيت عشان تدرس له، ولما بتوصل بيل بيروح لها وبتقعد معاه تشرح له شويه حاجات، فبتيجي العقربه التانيه وبتاخده منها بالعافيه، قال ايه علشان عامله له حفله وعايزاه يتعرف على اصحاب جديده. وبتحاول نينا تفهمها ان حالته ما تسمحش انه يكون صداقات دلوقتي، فاختها بتقول لها ان الموضوع ده يخصها هي وابنها وملهاش حق تتدخل فيه، فبتضطر تسكت ومش بتبقى عارفه تعمل ايه. وبتاخد بعضها وبتروح على اوضه ابننا هون وبتخبط عليها، ولما بيفتح بتقول له انها عاوزه تتكلم معاه في موضوع مهم. وبتدخل الاوضه وبتحكي له عن اللي حصل وان بيل مش مؤهل انه يتعامل مع اطفال غيره دلوقتي علشان ممكن يتنمروا عليه، بس هو بيطمنها وبيقول لها ان هو هيكون معاه مش هيسمع بحاجه تحصل، وبيعرض عليها تروح معاهم بصفتها مدرسه بيل، فبتوافق. وتاني يوم بالليل بتروح تجهز وبتظبط نفسها وبتستعد للحفله، لكن اختها الحربايه بيكون عندها راي تاني عشان هي طبعا بتغير منها، وبتتخانق معاها وبتقطع لها الفستان عشان ما تعرفش تروح الحفله. فهون بيشوفهم وبيزعق لها، فبتقول انها اتنمرت عليها، فهون بيقوم قالع الجاكيت بتاع البدله بتاعته وملبسه لها، وبيروحوا يقعدوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض. في الوقت ده بيكون ابنه الصغير بيتخانق مع شويه ولاد كده كانوا بيتنمروا عليه لحد ما بيضربوا بعض وبيعور واحد فيهم، فمامة الطفل طبعا مش بتسكت وبتروح تعمل خناقه كبيره في الحفله. فاخت نينا كانت هتضرب بيل، بس نينا بتتخانق معاها وبتبعدها عنه، ولكن لما بتعرف اللي بيل عمله مش بتكون عارفه تعمل ايه وبتحاول تدافع عنه، لكن اختها السوسه بتفضل ترج في الولد كده لحد ما جسمه بيبان. ونينا بتلاحظ ان في علامه على جسمه زي اللي كانت في جسم ابنها اول ما اتولد، فبتشك انه ابنها وبتسال اختها لو كان ده ابنها بجد، لكن مش بترد. فهون بيجي وبيشوف اللي حصل وبيسال نينا عن مكانها وقت اللي ده حصل وازاي ما كانتش مخليه بالها منه، فبتقول له انها كانت معاه، فبيتعصب عليها. وفي اللحظه دي بيل بيغمى عليه وبياخدوه القطه عشان يستريح. ونينا بتحاول تتكلم مع اختها بخصوص ابنها، فبتقول لها اختها يعني هو مفيش غير ابنك اللي كان عنده وحمه اول ما اتولد، خلاص بقى نجيب لك كل العيال علشان تربيها، وبتسيبها وبتمشي. واخت نينا بتدخل الاوضه في نص الليل وبتخطط انها تاذيه وبتكلم حد عشان يقول لها الطريقه، وبتكون قلقانه احسن يطلع ابن نينا فعلا وكده هتاخده منها. ولسوء الحظ لما هي بتخرج كانت نينا داخله الاوضه عشان تطمن عليه، لكن بيمسكوها وطبعا اختها بتستغل الموقف وبتتهمها انها عاوزه تموته. وفجاه بيلاقوا جسم بيل بدا يرتعش وبيطلعوا حقنه من جنبه، فهون بيفكر انها كانت عاوزه تاذي ابنه وبيهددها ان لو ابنه حصل له حاجه مش هيسيبها في حالها. وبيجي له الدكتور وبيطمنهم عليه وبيأمر هون يحبس نينا، لكن هي بتقدر تهرب علشان بتعرف ان جدتها مش في مكانها في المستشفى، وبتروح على بيت اهلها بس بتلاقي معامله ولا معامله العبيد يا راجل. وباباها بيكلمها بكل برود وبيقول لها وانا ايش عرفني يعني، هو انا هعمل ايه بست عجوزه. وفي نفس اللحظه دي بتلاقي جدتها بتزحف على السلم وبتطلب المساعده وحالتها خطيره، فبتترجى باباها انه يسيبها وهي مش هتفضل في المدينه تاني، وبيرميها هي وجدتها بره البيت وبيحطهم في العربيه وبيمشي. وبتكون مش عارفه تروح فين هي وجدتها، لكن نينا بتكون عندها سخونيه وبتتحمل عشان جدتها. وفجاه العربيه بتقف وبيجي هون
وهو اول ما بيروح عندها بيغمى عليها وبتصحى تلاقي نفسها في الاوضه عند هون، والمساعد بتاعه بيقول لها ان دي اول مره هون يكون قلقان على حد كده، فبتفرح وبتلاقي بعد شويه هون دخل عليها وبيطمن عليها وكمان بيطمنها على جدتها وانها في مستشفى العيله وبتتعالج هناك، وبيسألها هي ليه دخلت أوضة بيل، فلسه هتقوله إنها كانت بتشوف الوحمة بتلاقي أختها بتنادي على هون عشان ابنه فاق، وبتحاول أخت نينا إنها تقرب من بيل وتعمل نفسها حنينة عليه، بس طبعا الولد ما بيكونش طايقها وبيكون عايز نينا بس، ولما بيشوفها بينادي عليها وبيحضنها، وهون بيشوف قد إيه هي حنينة عليه ومستحيل تعمل كده، وبيل بيطلب منها إنه يروح الحضانة لأنه حابب يتعلم ويتعرف على أطفال تانية، فنينا بتفرح لأنه أخيرا كده بدأ يتعلم. وتاني يوم في المدرسة بيكون في واحدة سوسة برضو اسمها لين، ولما بتشوف نينا بتفضل تتريق عليها وبتسألها ايه اللي جابها هنا وهي مش معاها كلية ومعها مجرد دبلوم في علم نفس الأطفال، فبتقولها ان صحيح هو مجرد دبلوم بس تقدر انها تتعامل مع الاطفال اكتر منهم، فبتتضايق وبتفضل تتنمر عليها لحد ما بيجي مدرس شغال معاهم وبيدافع عن نينا، وبيقول للحربيه اللي واقفه دي ان نينا قدرت تخلي بيل يتحسن في كام يوم بس، مش زي بقيه المدرسات اللي هم ما قدروش يخلوا الولد يتكلم او يتحسن في شهور. فلين بتغير وبتقول لها ان لو الكلام ده صح هي هتتنازل عن وظيفتها، فنينا بتراهنها ان بيل هيجي المدرسه هنا، والاتنين بيتراهنوا وهم واقفين كده. بتيجي مديره المدرسه وبتقول لهم ان عيله هون اتصلت وقالت ان بيل هيجي المدرسه، فكلهم بيخرجوا بره عشان يستقبلوه لكن بيتاخر شويه. فلين ما بتصدق وبتقول لهم ان اكيد نينا بتكذب وعملت القصه دي علشان تقول انها البنت الواو يعني اللي محدش زيها، لكن في نفس اللحظه بيجوا وبيل اول ما بيشوفها بيجري على نينا وبيحضنها، ولين بتغير وبتتضايق، وبنروح بعد كده لين وهي واقفه غيرانه من نينا، فاخت نينا بتيجي وبتقولها انا عندي اللي يريحك منها خالص. وتاني يوم بتكون نينا عند جدتها في المستشفى بتطمن عليها، فبتتكلم معاها وبتقول لها ان هون باين عليه طيب وحنين عكس ما الناس بتقول، فبتقول لها ايوه، وبتتكسب بعد كده تقول لها مش هنقرا فاتحه بقى عليكم ولا ايه. فنينا بتقول لها انه خاطب وبيحب خطيبته مامة ابنه. في الوقت ده بتكون اختها السوسه قاعده مع لين وهي بتعذب بيل على اساس انها بتعلمه الادب، فبتحس نينا ان ابنها فيه حاجه علشان بس اتعورت وهي بتقشر التفاحه، يعني مسلسل هندي كده من الاخر، وبتجري على البيت وبتتخانق مع لين واختها وبتنزل فيهم ضرب، وبتاخد بيل في حضنها وبتقول لهم ان اللي هيجي ناحيته تاني هتضربه، بس هم بيتلموا عليها وبيضربوها، فهون بيجوا بينقذها منهم. وبعد كده اختها ولين بيستخدموا تعليم نينا ضدها، وبيقول لهون ان نينا مش متعلمه ولا معاها كليه وكانت بتخدعهم، فنينا بتقول له ان الكلام ده صح بس هي تقدر تتعامل مع الاطفال كويس جدا. فهون بيتصدم وبيطرد نينا بره البيت وبيطردها من الشغل عنده. وفي وقت تاني بيقعد هون مع اخت نينا على الغدا وبيسالها ازاي اتخلت عن بيل مع انها بتحبه كده، فبتفتكر وقت اللي نينا كانت حامل فيه واهلها طردوها من البيت عشان مش عاوزين طفل غير شرعي، ووقتها هي رفضت تتخلى عنه، فبتكذب عليه وبتقول له ان جالها اكتئاب بعد الولاده فما كانتش هتقدر تهتم بيه، وكمان اهلها قرروا انهم يتخلوا عنه علشان منظرهم قدام الناس، فبيقول لها ماشي. وبعد كده بيجي الدكتور وبيسحب منها عينه دم، وهون بيقول لها ان ده اختبار وقائي مش اكتر، بس هي بتكون عارفه انه عاوز يعمل تحليل نسب ليها، وبتقول في سرها ان مش هتخليه ينجح في اللي بيعمله. وبعد كده هون بياخد بعضه وبيروح على مدرسه نينا وبيشوفها واقفه مع المدرس زميلها، فبيطلب منها تيجي معاه، ولما بتروح وبتركب معاه العربيه بيقول لها قولي لي بقى مين الشملول اللي كنت معاه جوه ده وبيعمل ايه، فبتقول له ان صديقها في المدرسه، فهون بيغير عليها وبيكون متضايق وبياخدها للدكتور وبيسحب منها عينه دم، وبيقول لها ان ده تحليل نسب عشان يعرفوا بيل ابن مين فيهم، ابنها ولا ابن اختها الحربايه، وبيحكي لها عن قصته مع البنت اللي قضى معاها ليله قبل 5 سنين بس ما يعرفش هي مين. فانا طبعا ما اعرفش ازاي ما خدتش بالها ان قصتها متشابهه قوي كده معاه، وبتقول له ما تتفرجش على افلام هندي كتير عشان بتاثر على المخ. في اللحظه دي بيعرفوا ان اختها عاوزه تموت نفسها وبتاخد بيل معاها، فبيروحوا بيلاقوا عاوزه ترمي نفسها من فوق، بس لحسن الحظ بيتدخلوا والولد بيهرب من الست المجنونه دي، واخت نينا بتعمل نفسها بسكوتيه كده والبنت المظلومه في الفيلم، وبتقول ان نينا عاوزه تاخد منها كل حاجه، فنينا بتقول لها ترجع عن اللي عاوزه تعمله ده وهي هتبعد عنهم. في اللحظه دي بيجي تقرير التحليل، وهون بيتصدم لان النتيجه بتقول ان اخت نينا الحربايه هي مامة بيل، فبيتصدم وهي بتفرح وبتقوم نينا واخده بعضها وماشيه. وبعد كده بيقعد هون يتكلم مع اخت نينا وهو مش طايق نفسه بس بيكون مجبور، وبتبقى هي طبعا مبسوطه، وبتيجي لين وبنعرف ان لين هي اللي قدرت تبدل نتيجه التحاليل. وبعد كده بيروح هون يتكلم مع نينا وبيطلب منها تفضل علشان بيل، بس هي بترفض وبتقول له ما ينفعش. وفي اللحظه دي بيسمعوا بيل فبيدخلوا اوضته في الحضانه وبيلاقوه منهار وعمال يكسر في كل حاجه، فنينا بتروح تاخده في حضنها وبيطلب منها ما تتخلاش عنه، فبتوعده انها مش هتسيبه وهتفضل جنبه. وبعد كده بتتكلم هي وهون وواضح عليهم الانسجام مع بعض، واختها بتبقى واقفه بعيد ومش طايقاها وبتخطط تتخلص منها، وبيكون مساعد هون بيوصلها ومجرد ما بيمشي بتتخطف، فهون بيعرف وبيروح ينقذها.
والاتنين بيحضنوا بعض وبيعترفوا بحبهم، وبياخد نينا على المستشفى عشان تتعالج، وبيل بيجي يزورها وبيسلم عليها، لكن بتدخل عليهم اختها وبتبوظ الدنيا وبتفضل تزعق وتقول عليها خطفت الرجاله، وبتعرف هون ان عملت علاقه قبل كده ومخلفه كمان. فنينا مش بتكون عارفه تقول ايه، فبتقول ان دي حقيقه، بس هي ما تعرفش مين بابا الولد ولا حتى تعرف مين ابنها. فهون الكلام ده مش بيفرق معاه، وبيقول لها انه مستعد ينسى كل حاجه، لكن في نفس اللحظه بيدخل اهلها ومعاهم طفل وراجل وبيقول ان الولد ده ابنها. فبتشوفه وبتلاقي نفس الوحمه اللي كانت على كتف ابنها، فبتحضنه، والشاب اللي جايبينه بيعمل نفسه ان هو اللي ضحك عليه ومستعد يتجوزها، بس هون بيتعصب وبيكون عاوز يضربه. فنينا بتقول له ما يتدخلش ويسيبها تحل مشاكلها بنفسها. فهون بيتصدم وبيروح يشرب وبيغني ظلموه. واخت نينا بتيجي وبتعمل نفسها الست المصلحه العاطفيه وبتقول له ولا يهمك يا ابو بيل، كل حاجه تهون فداك، وبتحاول تقرب منه بس هو بيرفضها وبيزعق لها، وبتفكره وقت ما قال انه هيتجوزها لو طلعت مامة ابنه. فبيقول لها ان ده في المشمش، وبيمشي وبيروح يقعد في العربيه بتاعته، وبتجيله نينا عشان المساعد بتاعه طلب تيجي تعالجه. فبتدخل العربيه وبتلاقي عنده حمى، وبتفضل معاه لحد تاني يوم الصبح، وبعدها بتمشي وبتروح تقابل ابنها او اللي بيقولوا عليه ابنها، وبيجي بعدها الراجل اللي عاوزين يجوزوه لها وبيتعامل معاها بعنف وبيضربها. وبعد كده بيخرج يتكلم مع اختها وهي بتوصيه يضربها اكتر. وبتكون نينا في الوقت ده بتطمن على ابنها وبتساله لو باباه قاسي او بيتعامل معاه كده على طول، فبيقول لها ودايما بيضربه. فبتحضنه وبتشوف العلامه بس مش بتلاقيها، ولما بتساله عليها بيقول لها ما يعرفش حاجه، وان العلامه دي باباه حطه لها وقت ما جم يشوفوها لاول مره، لكن بعد كده اتمسحت. فبتفهم انهم خدعوها وان ده مش ابنها، وبتلاقي الراجل ده دخل عليها وبيطلب منها تروح معاه، فبتقول له ماشي، ولكن في الاول بتقول له انها عاوزه تروح لجدتها. فبتروح لها وبتعمل تعبانه وبتطلب منها المساعده، وبتقول لها تتصل بهون وتقول له انها في خطر، وبتعمل نفسها مبسوطه مع ابنها وجوزها. ولما بتمشي جدتها بتعمل اللي قالت عليه، لكن لسوء الحظ اختها هي اللي بتسمع المكالمه، وبتروح لها المستشفى وبتتخانق معاها وبتديها حقنه عشان تخلص منها. وبعد شويه بتروح نينا مع الراجل الرخم ده، وبتكون مستغربه ليه هون ما جاش، وبتكون مفكره انه مشغول بالفرح بتاعه. وبتدخل القصر وبتلاقي اختها بتعاملها معامله الخدم، وبيل بيجي عليها جري وبيطلب منها ما تسيبهوش، بس مش بيكون في ايدها حاجه وبتاخده منها بالعافيه، وجوزها بياخدها بالعافيه وبيجبرها تدخل العربيه وبياخدها بيته. وفي بيت هون بيكون قاعد شايل طاجن سته ومتضايق، فبيلاقي المساعد بتاعه جاي ومعاه معلومات عن خطيب نينا وانه شمام، فبيحس ان نينا في خطر وبيقرر يروح لها. في الوقت ده كان الراجل الرخم ده بيعذب نينا وحابس ابنه، وبيقول لها لو ما فضلتيش ساكته هعمل منكم انتوا الاتنين شاورما، فبتضطر تسكت. وبتلاقي حد بيخبط على الباب، ولما بتفتح بتلاقيه هون، وبيحس ان في حاجه لكن هي مش بتقدر تتكلم. وبيدخل البيت وبيدي خطيبها كارت وبيمشي، واول ما بيمشي بيمسكها وبيقول لها طب ما احنا حلوين اهو بيجي لنا فلوس، وبيحاول يعتدي عليها، لكنها بتلحق نفسها وبتغزه بالسكينه وبتاخد الولد وبتمشي، وبتكون منهاره. لكن هون بينقذها وبتروح المستشفى، ولما بتفوق بتعرف ان الشاب الاسعاف لحقته، وكمان قدمت ضده بلاغ بتهمه الاتجار بالاطفال، وبتطمن ان كده بقت في امان. وبيقول لها انه هيكون معاها وبيعرفها انه هيروح معاها عشان يشوف جدتها، وبيطمن عليها وبتعرف ان جدتها عندها مرض الزهايمر، وده ما تعرفش هو جه ازاي، بس بيطمن عليها برضه، وبتفضل معاها هي وابنها بالتبني. وبتلاقي ان بيل طالع من تحت السرير وبيطلب منها يفضل معاها، فبتوافق وبتقرر انها تهرب بالولدين، وبتاخدهم بالعربيه وبتمشي. وهون في الوقت ده بيكون هيتجنن على ابنه، وبيعرف للاسف انهم عملوا حادثه هو ونينا ومعهم جدتها، فبيجري على المستشفى بعد ما بيضرب اخت نينا، وبيروح المستشفى وبتكون نينا اتبرعت بالدم لبيل عشان حالته كانت حرجه وهو الوحيد اللي نجا من الحادثه. لكن بعد ما بتخلص بتخرج وبتلاقي هون في وشها وبيلومها على اللي عملته، وبيتهمها انها عاوزه تتخلص من ابنه وعامله نفسها حنينه، وبيسيبها منهاره وبيمشي. وتاني يوم بتكون خارجه من المستشفى فبتسمع الممرضات وبيقولوا ان في حاجه غريبه حصلت، وهي ان البنت اللي اتبرعت بدمها للولد امبارح كانت متطابق معاه كانها مامته. فبتتصدم وبتروح تاني تعمل تحليل، وبتتحايل على الدكتور عشان تعمل التحليل بسرعه عشان لو ابنها تلحق تنقذ جوزها عشان فرحوا النهارده. فبتعمل التحليل وبتطلع النتيجه انه ابنها، فبتطير على البيت وبيكون هون بيجهز للفرح. وفي نص الفرح بيقول لاخت نينا انه مش بيحبها ومستحيل يتجوزها، وبيسيبها وبيمشي والناس كلها بتتنمر عليها، فبتقرر تتخلص من هون. في الوقت ده بيكون هون خارج من القاعه، فبيلاقي نينا في وشه وبتقول على اللي حصل وان بيل طلع ابنهم هما الاتنين، فبيفرحوا بيقربوا من بعض. وبتخرج اخت نينا ومعاها سكينه وبتيجي عشان تقتل نينا، بس الضربه بتيجي في هون والشرطه بتقبض عليها. وبعد فتره نينا بتروح تزور اختها في السجن وبتطلب منها التوبه عشان حياتها ما تبص اكتر من كده. وبتخرج بعدها وبتشوف هون وابنها وبتطلع انها حامل في التاني، وبعد شويه بيعملوا فرح وبيعيشوا حياه سعيده. ولغايه هنا بيخلص فيلمنا النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.